العودة إليكم مشاهدينا، وفي هذه المرة إلى مصر، حيث تشتهر منطقة الحسين بالقاهرة بأنها مركز يضم ورشا يدوية لصناعة وتجارة الشيشة محليا أو بالتصدير للخارج. طبعا تجد صناعة الشيشة وطبعا كذلك صناعة التبغ رواجا في مبيعاتهما في السوق المصرية، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المدخنين في مصر يتخطى مستويات 12 مليون 600 ألف مدخن. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير. من الزجاج والنحاس والصدف والخشب والقصدير وغيرهم كثر، تصنع واحدة من الصناعات اليدوية الشعبية القليلة التي يتوارثها المصريون جيل بعد جيل. إنها الشيشة التي انتشرت مطلع التسعينيات لتزدهر صناعتها اليوم وتصبح مصدر رزق للمئات. ومحمد الأسمر واحد من هؤلاء ممن ورث الحرفة عن عائلته منذ عشرات السنين، وبات يمتلك ورشة في منطقة الحسين السياحية في قلب القاهرة، ويصدر منها لدول عربية وأوروبية. الشيشة منتجة من أيام محمد علي والمماليك، تمام؟ شيشة قديمة اللي دخلها طبعا محمد علي في البداية، وابتدت صناعتها وتنتشر. بالنسبة لمجالي، مهنة عيلة، الشيشة بقت منتشرة على مستوى العالم بشكل مش طبيعي، وخاصة دول أوروبا. يعني كانت الفترة اللي فاتت كنا بنشتغل على الدول العربية كتير، دلوقتي بقت الدول الأوروبية، أمريكا اللاتينية أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كله بقى بياخدوا بكميات كبيرة. وعلى الرغم من بساطة شكلها إلا أنها بلا ريب صعبة الصنع، حيث تتعدد مراحلها، كما أنها تعتمد على مهارة الصانع، وبخاصة في النقش والرسم على معدنها بشكل مميز يساعد على زيادة المبيعات يوما تلو الآخر، ويفتح أبواب جديدة للتصدير أمامها. هذا ويحرص القائمون على صناعة الشيشة على تطويرها بشكل دائم لمواكبة تطور الأسواق. تبقى 3 مراحل عبارة عن خراطة وفرشة وسمكرة. خراطة ليها مرحلة ولها شغلها، وفرشة لها شغلها اللي هي التلميع، والسمكرة لأن هي عندنا بشد بيها القلب. شوية اللعب دي لسه طالعة جديد، وبعدين طالعة بكذا شكل وكذا نوع كذا صنف، فبتبقى عاملة منظر جديد ومنظر للأحلى. والنحاس برضه بيشكلوا فيه في قلب الشيشة. وتزامنا مع رواج صناعة الشيشة في مصر، تشير الإحصاءات إلى أن مصر تحتل المركز العاشر من بين الدول الأكثر